السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عز الدين حسن فليفل. ده الفيديو التاني في الأجازة. أتمنى إن انتوا تستمتعوا بالأجازة، وأتمنى يكون فيديوهات مفيدة ليكم وبتفيد ليكم قدر من المعلومات، وأتمنى الفيديو ده يكون بيفيدكم إن شاء الله بإذن الله. ده الفيديو التاني ليا. هنتكلم على موضوع أغلب الناس بتسأل فيه، موضوع مهم ليكم رغم اللي هو بسيط، بس أهميته في بساطته. أتمنى يكون الفيديو ده مفيد ليكم. السؤال هو إيه الفرق ما بين شعبة مساحة وشعبة نظم معلومات جغرافية؟ انت وانت طالب في سنه اولى داخل في البدايه خالص، ادخل يا ابني قسم جغرافيا وادخل شعبة مساحه. انت عاوز تدخل شعبة مساحه، طيب ليه؟ على اي اساس؟ طيب يعني ايه شعبة مساحه؟ طب ليه ما ينفعش نظم؟ طيب يعني ايه نظم؟ اي طالب داخل جغرافيا دماغه على قسم على شعبة مساحه، بيتهافت على شعبة مساحه. طيب ليه؟ ده اللي هنحاول نوضحه في الفيديو ده. ايه الفرق ما بين شعبة مساحه وشعبة نظم، واني الاهم وليه؟ ودي جدولة بسيطة اتمنى اللي هي توضح لكم وتفيدكم جدا. اول حاجة قبل ما نبدأ احنا عاوزين نخش مساحة او شعبة نظم. يعني ايه مساحة او يعني ايه نظم؟ بالبسيط خالص، مساحة يعني هتنزل تجيب البيانات، يعني اتنين، واحد بيجمع واحد بيشتغل، انت اللي بتجمع. مساحة يعني بتنزل الميدان تجيب بيانات، على اساسها بتاع النظم بيشتغل. بتنزل الميدان تجيب بيانات. طب ايه البيانات دي؟ على حسب نوع المشروع. ممكن اجيب مناسيب، ممكن اجيب ارتفاعات، ممكن اجيب احداثيات سن وصاد، ممكن اجيب تعداد سكاني، ممكن اجيب حصر قرى، على حسب اللي انا نازل اجيبه. بس مساحة يعني بتنزل بجهاز، سيان المشروع سيان الجهاز، بغض النظر عن الجهاز وبنوع المشروع، انت بتنزل تجيب بيانات وعلى اساسها بيشتغل شعبة مساحة. شعبة مساحة راجل برنس قاعد على كرسي في مكتبه، بياخد البيانات اللي بيجيبها المساحه وعلى اساس بيشتغل. انت يا ابني جبت بيانات عن المناسيب، يبقى انت عاوز خريطه، خد الخريطه كذا تبع برنامج كذا. انت جبت لي تعداد سكان، يعني انت عاوز اعداد السكان تبع كذا، اشتغل بكذا. شعبة نظم معلومات جغرافيه بيحول البيانات لشيء ملموس. المساحه بينزل الميدان يجيب بيانات، بتنزل الميدان تشتغل بجهاز عشان تجيب بيانات. وبعد كده شعبة نظم معلومات جغرافيه بيحول البيانات دي خريطه، تعداد، احصائيات، على حسب. ده التعريف ببساطه خالص، الفرق بين المساحه وشبكه نظم معلومات جغرافيه. طيب العلاقه، الاتنين ما ينفعش ينفصلوا عن بعض خالص، الاتنين واحد، الاتنين بيكملوا بعض. مش هينفع اجيب بيانات واستنى حد يعملها لي، ومش هينفع اشتغل على البيانات وانا اصلا ما عنديش البيانات. ده بيكمل ده وده بيكمل ده. بس عشان اكون واضح حاليا في ناس بتكون ملمه بالعلمين، يعني في ناس تكون هي شعبة مساحه بس عندها علم وغزاره وملمه بشعبة نظم معلومات جغرافيه، فبتنزل الميدان تجيب بيانات وهي اللي بتحللها. او في واحد بيكون شعبة نظم معلومات جغرافيه، هو شعبة نظم معلومات وعنده درايه كامله بشعبة نظم معلومات جغرافيه الى جانب هو بيعرف يشتغل مساحه. فلما بيكون في المكتب ومحتاجين ناس في الميدان فبينزل الميدان يشتغل، وبعد كده هو بيحلل بيانات. فحاليا اغلب اللي بيحصل في واحد بيربط ما بين العلمين، وده بيعتبر السيد الايام دي عشان الشركه تشتغل. فحاليا بيكون الواحد عنده علمين، بيكون عنده الاثنين، بيعرف يشتغل مساحه ويحلل بيانات، او بيعرف يحلل بيانات الى جانب المساحه. فحاليا الواحد بيقدر يربط ما بين العلمين، والعلمين صعبين جدا، لكل مجتهد نصيب. عرفنا التعريف، عرفنا العلاقه. المسمى الوظيفي مساحه، المسمى الوظيفي لها في مصر بالذات والدول اللي شبه مصر اخصائي مساحه، او بترتقي اخصائي مساحه، اخصائي مساحه اول وكده. طيب بره مصر بالذات السعوديه، بره مصر وفي الدول اللي بتحترم المساحه اسمك مهندس مساحه. مهندس مساحه طبعا نقابه المهندسين في السعوديه بالذات، لان الاغلب بيسافر السعوديه او الامارات. بتكون انت مهندس مساحه، شكلك شكل مهندس البترول، شكلك شكل مهندس المدني، شكلك شكل مهندس المعماري. في الدول زي الخليج بالذات بتعتبر نفسك مهندس زي اي مهندس، بتاخد ورقه من نقابه المهندسين. اما في مصر اسمك اخصائي مساحه. شعبة نظم معلومات جغرافيه اسمك مهندس شعبة نظم معلومات جغرافيه، مهندس نظم. بس الاسم المتداول بالذات في مصر محلل بيانات، محلل بيانات. اما المساحه في مصر اخصائي مساحه، بره مصر في دول الخليج مهندس مساحه شكل شيء اي مهندس. ولد او بنت، ده السؤال اللي بيتوقف عليه حاجات كتير قوي. ولد او بنت، ده السؤال اللي بيساله كتير قوي. انا بنت
ينفع اشتغل في مساحه، انا ولد ينفع اشتغل في نظم معلومات جغرافيه، انا ممكن اشتغل في الاثنين. بص، اللي انت تشتغل في مساحه او في نظم معلومات جغرافيه ده شيء بالصعب وفي نفس الوقت بالسهل، بالذات للبنات في شعبة مساحة. هتلاقي كتير بيقول للبنات يا بنات ما ينفعش تشتغلوا مساحة لأن المساحة متعبة، يعني مساحة يعني صحراء، مساحة يعني ميدان، مساحة يعني تعب. بصوا، مفيش حد يقول لك بنت أو ولد يشتغل في ده أو ده، أنت حر. البنات بالذات ممكن تشتغل في مساحة، مساحة يعني موقع، مساحة يعني شمس، مساحة يعني صحراء، بس ده ما يمنعش إن بنت تشتغل في مساحة. لو بنت ليك إرادة، لو ليك عزيمة، لو هتشتغل وهتصمدي في الميدان، ده مفيش أي مانع للمساحة. هو يعتبر مرهق للبنات ومرهق للشباب كمان، بس لو بنت عاوزة تشتغل في مساحة وهتستحمل ده شيء مش صعب خالص. أنا أعرف شخصيا حد بنت قريبتي في القاهرة شغالة في مساحة، والموضوع بالنسبة لها يعني اثبتت نفسها بالبلدي كده، ثبتت نفسها في الميدان. الباشمهندسه كذا، الباشمهندسه كذا، يعني ثبت نفسها في الميدان. في نفس الوقت انت ليكي شغل اسهل، هو شغل شعبة نظم معلومات جغرافيه. شعبة نظم معلومات جغرافيه يعني انت قاعده في مكتب بيجيلك بيانات وعلى اساسها بتشتغلي جاهز. بس شغل نظم معلومات جغرافيه بيكون اقل، يعني ايه؟ الكل بيتهافت على مساحه، بالذات لان المساحه شغلها كتير. شغل يعني دول الخليج على طول بتقول لك ايه؟ مطلوب مهندس مساحه كذا، مطلوب مساحين كذا، مطلوب اخصائي مساحه كذا. وغالب الشغل بيجي الخليج بيبقى مطلوب كذكور، بالذات لان شغل الخليج وصحة الخليج والجو هناك ما بيناسبش خالص اي بنت تشتغل في مساحه. ف فبالنسبه للبنات انتم ما بتتظلموش، يعني اللي عاوز تثبت نفسها في المساحه بالذات في مصر هتثبت نفسها، بس اهم حاجه اللي هي يعني ايه؟ تستحمل الحراره، تستحمل الصحراء. بس ده بالصعب خالص، يعني ده بالصعب خالص بالنسبه للاثنين. انا مش عاوز ايأس والله، بس ده بالصعب خالص. انت ممكن تشتغل في مساحه، ممكن تشتغل في نظم، بس النظم بيكون احسن للبنات لانك انت قاعده اصلا في مكتب في كرسي معاكي بيانات بيشتغل عليها على طول. بس شغل النظم معلومات اقل من شغل المساحه، يعني كل 10 في الميدان بيشتغل واحد نظم. يعني مثلا انا نزلت 10 في الميدان جابوا بيانات، والعشر والبيانات اللي جم من 10 دول بيشتغلها واحد بس في نظم معلومات جغرافيه، فيعتبر المساحه اكتر شغل من النظم. غير كده بنت اول ممكن تشتغل في الاثنين، اهم حاجه الجديه والتعب والاراده، غير كده انت ممكن تشتغل في الاثنين. الشغل اغلب شغلك بيبقى يعني ايه؟ الشغل موجود في كله. انت ممكن تشتغل في مجالات كتير قوي، ممكن تشتغل في مجال الطيران، ممكن تشتغل في مجال العمران، ممكن تشتغل في المقاولات، ممكن تشتغل في مركز الاحصاء زي المركز العام للتعبئه والاحصاء، ممكن تشتغل في GIS. الشغل بالنسبه للاثنين متوافر، بس المساحه اكتر، بالذات دول الخليج، لان دول الخليج تعتبر 90% منها صحراء، تعتبر دول فيها فلوس كتير، تعتبر دول كلها انشاءات، فاغلب الشغل بيبقى ليك في مساحه. بس ليك شغل في مصر، ليك شغل في مصر، ليك شغل في المقاولين العرب، في بتروجيت، فبغض النظر عن الاماكن انت ليك شغل في الاثنين. بس الشغل غالبا بالنسبه للمساحه بالذات السفر. وبالنسبه لنظم معلومات جغرافيه هي شغلها اقل من المساحه، بس هي زيها زي المساحه بالظبط، ممكن تسافر بيها. نظم معلومات جغرافيه يعني انا بقرا اعلانات مطلوب مدخل بيانات نظم معلومات جغرافيه، يعني كل شغلتك اللي انت تدخل بيانات في برامج نظم معلومات جغرافيه براتب بيبتدي ب 4000 ريال. يعني الشغل الاثنين متوفر جدا، بس المساحه بيبقى ازيد من شعبة نظم معلومات جغرافية، لان المساحه كل 10 ميزان الميدان مثلا بيشتغل واحد منها نظم. اختيار التشعيب، بعد اللي انا قلته ده كله الاختيار التشعيب بيرجع لك انت. ما تقولش انا عاوز اشتغل مساحه لان المساحه احلى، لان انا اسمي مهندس. لا، عاوز تشتغل نظم اشتغل نظم، عاوز تشتغل مساحه اشتغل مساحه، الاثنين راتبهم شبه بعض. بس الميزه الوحيده في مساحه اللي انت شغلك متوافر عن النظم، لان الميدان كتير. ولكن في حاجه حابب اذكرها، مع التقدم اللي بيحصل دلوقتي النظم معلومات جغرافيه دخلت يعني 90% من المجالات. نظم معلومات جغرافيه دخلت في مجالات المترو، دخلت في مجالات المدارس، دخلت في مجالات كتير قوي في دول متقدمه، بالذات دول الخليج، في الامارات، في السعوديه. نظم معلومات جغرافيه دخلت في مجالات كتير قوي، لان نظم معلومات جغرافيه بتعمل خرائط، بتعمل احصاءات، بتعمل حاجات كتير قوي. فبالتقدم مع مرور الوقت النظم معلومات جغرافيه قيمتها بتبان اكتر واكتر من المساحه. وهيجي يوم هيبقى المطلوب من نظم معلومات جغرافيه اكتر من المساحه. الاتنين بيشتغلوا زي بعض، الاتنين مفيش احسن من بعض، الاتنين بيكملوا بعض، ده بيكمل ده وده بيكمل ده على حسب انت عاوز ايه.
الميزه الوحيده لما بيطلبوا مساحه يعني لما بيطلبوا مساحه بيطلبوا 5 أو 6، لما بيطلبوا نظم معلومات جغرافيه بيطلبوا 1 أو 2، لان البيانات اللي بتيجي من المساحه بيشتغلها 1 أو 2. وزي ما قلت حاليا في واحد بيقدر يربط ما بين الاثنين، يربط علم ما بين المساحه ونظم معلومات جغرافيه، لان الاثنين بيكملوا بعض. فممكن مساحه يكون عنده علم بشرط نظم معلومات جغرافيه، او شرط نظم معلومات جغرافيه يكون عنده علم بمساحه، ده اللي بيتوظف اكتر. لان لما انت تشتغل الاثنين هتوفر على الشركه وقت وفلوس وهتاخد هو. فبالنسبه للربط ده شيء يعني بتمنى ان انت تربط ما بين العلمين، هيفيدك جدا جدا جدا. طب الافضليه في الاختيار يرجع لك انت. عاوز تشتغل في صحراء وتتعب، عاوز تشتغل في صحراء وحر وهتتعب شويه بس هتاخد راتب كويس ولقب كويس، اشتغل مساحه. عاوز تشتغل في التحليل، في رسم، في مكتب، بالنسبه للفلوس اشتغل، بالنسبه للشغل اشتغل شرط نظم معلومات جغرافيه. مفيش فرق بين الاثنين، بس الناس بتقول المساحه الاولاد لان المساحه فيها تعب سنه، المساحه بيشتغل فيها كتير، وثلاث ارباع الشباب اللي بيتخرجوا بنفسهم يعني اي فرصه عمل، يعني اللي بيتخرج عاوز فرصه عمل، فبيقول لك ايه المساحه مطلوبه وفلوسها كويسه وليها سفر فنشتغل مساحه. انت حر في القرار ده، بس قبل ما تقرر هقول لك في الاخر الاثنين علمين بيكملوا بعض، لا فرق بينهم، بس المساحه بيبقى شغلها اكتر سنه في الميدان، غير كده رتبهم واحد، القيمه العلميه واحده، يعني بيكملوا بعض بالظبط، مفيش اي فرق بينهم. شعبة نظم معلومات جغرافيه وشعبة مساحه. النصيحه مني ليك اربط ما بين العلمين، خد علم مساحه وخد علم نظم، بحيث ان انت هيبقى عندك قدر كافي من المعلومات. وبغض النظر انت عن قسم ايه، حاليا الشركات بتوظف على حسب الخبره مش على حسب الشهاده. كل ما يكون عندك خبره، كل ما يكون عندك امكانيات اكتر، كل ما تتوظف اكتر. دي نصيحه انا حابب اقولها لك. في الاخر حابب اقول لك انت ممكن تشتغل في مجالك ايه. انت ممكن تشتغل في المساحه الجويه، يعني التصوير الجوي ده خاص جدا بشعبة نظم معلومات جغرافيه والراستا والفيكتور والحاجات دي. المساحه البحريه في حاجه اسمها مساحه بحريه، بعد ما تخلص المساحه بتشترك في اكاديميه في اسكندريه، اكاديميه مساحه بحريه، بعد كده بتشتغل في توجيه السفن في البحر. ممكن تشتغل في مساحه الانشاءات اللي هي المقاولات، تكنولوجيا الاشعاع عن بعد. ممكن تشتغل بعد كل ده، ممكن تخلص وتاخد سنتين دبلومه في التربيه، بعد كده تشتغل مدرس جغرافيا. ممكن بعد ما تخلص تاخد دبلومه بحريه في اسكندريه، تبقى مهندس مساحه بحريه توجه السفن. ممكن تاخد اكاديميه بعد المساحه في الطيران، في الطيران، تبقى مجال جدا في الجي اس، في مجال الطيران، في التوجيه، في رسم الخرائط. ممكن تشتغل في نظم معلومات جغرافيه، ممكن تشتغل في الانشاءات، في البترول بالذات المساحين لما بيشتغلوا في البترول بيحددوا طبقات الارض، اماكن وجود البترول، رسم الخرائط، المكن هيتركب فين. انت مجالك اللهم صل على النبي بيشترك في حاجات كتير جدا، الوحدات العسكريه، المركبات هتمشي فين، المنطقه العاميه، الضرب هيوصل ولا لا، في الكارتوغرافيا هشتغل في قراءة خرائط الطقس والمناخ، تعداد السكاني، باحث، ممكن لما تتفوق تشتغل معيد في القسم. كل الحاجات دي بيشتغل فيها الاثنين، شعبة مساحة وشعبة نظم معلومات جغرافية. انت بتكمل الاثنين على حسب انت عاوز ايه بالظبط، والاثنين بيكملوا بعض. وده اللي انا قدرت اوصله لكم من الفيديو ده. اتمنى الفيديو يكون واضح، اتمنى اكون افدتكم الى حد ما، واتمنى ان انا اكون بفيدكم، واسف على اي تقصير في الفيديو، وبالتوفيق دايما. اي استفسار بخصوص نظم معلومات جغرافيه اللي هيقدر يفيدكم عندي محمد الغندور، اخويا محمد الغندور في الفرقه الرابعه شعبة نظم معلومات جغرافيه، صديقنا. وكان معاكم عز حسن فليفل، الفرقه الثالثه مساحه، جامعه طنطا. اتمنى الفيديو يكون افادكم، وبالتوفيق دايما، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.